قطاع سليم 18 بتاع المطابخ هو عمل ريفولوشن في السوق بتاعت المطابخ، خلى العميل يرجع تاني للمطابخ الالومنيوم بدل المطابخ الخشب، لان هو فريم رفيع جدا وبيديك المنظر اللي انت كعميل بتدور عليه. قطاع الاي 105 ده قطاع بقى مميز عندنا جدا في شركه ادوار كونستراكشن، واحنا بنحبه جدا. ليه؟ لان القطاع ده سليم، مش معنى ان هو سليم ان هو ما فيهوش عزل عالي، هو قطاع رفيع بس بيوفر عزل عالي جدا جدا جدا، في نفس الوقت بيديك مساحه ازاز كبيره. القطاع ده بيمشي على مجرى ستانلس ستيل، وكمان في مالتي لوكينج سيستم عشان يديك اغلاق عالي جدا، وفي شكله فيري مودرن. فالقطاع ده مفضل عندنا في شركه ادورت كونستراكشن. الاي 3 سبعات قطاع بيستعمل في مساحات الجرار الصغيره. القطاع ده المهندس احمد المصري عمل فيه تعديل، بقى التراك بتاعه كمان ممكن يبقى ستانلس ستيل. قطاع مناسب جدا لاسعار السوق المصري، منافس كمان، وفي نفس الوقت بيحل المشاكل بتاعه الجرار الصغيره لان هو عملي جدا. الاي 47 قطاع مفصلي بينفع في الابواب لان هو قطاع محمل وقطاع قوي. بنستعمله في المفصليات اللي حجمها كبير، ابواب، شبابيك كبيره. قطاع الاي 37 قطاع مفصلي محترم جدا، اوزانه حلوه، الاكسسوارز بتاعته عاليه جدا، وبيقدم اللي احنا عايزينه في الفتحات الصغيره.